المعين الدكتور تكوري عندما يتحدث عن مراحل أو آليات الكشف، الحلم والتقمص والكبت والإحباط، وكأننا أمام حالة من حالات الدراسات البينية. نحن كأننا أمام التحليل النفسي. ننتقل من القاهرة إلى الوادي الجديد. الدكتور أحمد الصغير، شكرا، تفضل. سعيد جدا ان انا اكون في احتفاليه الشاعر الكبير الاستاذ محمد الشحات. كما يعني انا في موقف لا احسد عليه تماما بعدما سمعت واستمعت واستمتعت بما طرح من اساتذتي الاكابر سعادة الاستاذ الدكتور شهيد الغروري، وهو عالم جليل افدت من دراسته كثيرا، والمترجم العظيم الذي قرأته له كثيرا في فصولي وغيرها، أكثر من 20 أو 25 كتاب لأحمد الشيمي العميد. هذا وصديقي الناقد المتفرد بروفيسور أحمد فرحات. كل هذه يعني القامات العلمية والنقدية في بلدنا في مصر نحن نتعلم منها، حتى وإن لم نلتقي في الواقع. أنا أول مرة ألتقي بالدكتور وأستمع للدكتور شهير وسعادة الدكتور أحمد الشيمي والدكتور فرحات، لكن تعلمت، وأنا بطبعي أحب أن أقرأ ولا يعني أريد من العلم إلا أن أفيد من هؤلاء الأساتذة. قرأت محمد الشحات في فترة مبكرة من حياتي، قرأته جيدا وتوقفت كثيرا عند تجربته وتأملت. أنا أحب أن أتأمل الشعر، لا أحب أن أثرثر كثيرا في حضرة الشعر، لأن الشعر لدي هو عالم مختلف تماما. الشحات تثير قصيدته الشعرية أسئلة كثيرة جدا، هي أسئلة يثيرها كل الشعراء، لكن مع محمد الشحات هي أسئلة تخاطب الذات، وكأن الخطاب الشعري عند محمد الشحات ينكفئ على ذاته تحديدا. وهذا الانكفاء يرجع إلى سببه، أن الشحات مع حفظي وتقديري طبعا الأستاذ محمد الشحات هو شاعر بدأ في مطلع سبعينيات القرن الماضي كما أشار سعادة الأستاذ الدكتور شهيد بكروري عام 1974، وقدم الكثير من الدواوين الشعرية ثم توقف. وهنا سؤال: لماذا توقف الشاعر؟ قرأت حوارات كثيرة عن محمد الشحات أنه توقف بسبب النقد، أن النقد أهمله. النقد في كل العالم لا يهتم بالتجارب الشعرية في وقتها، وأستاذنا أحمد الشيمي ذكر جون دان في القرن ال17، وأنا درست هذا الشعر في كرامات فيقا. أيضا الشحات يكتب نصا خالدا، وأنا سألت محمد عفيفي مطر في مطلع التسعينيات القرن الماضي، قلت له: لماذا تكتب ملامح الوجه الأمازوغليسي واحتفاليات المومياء؟ لماذا لا نفهم هذا الكلام؟ قال: الشاعر يكتب وستأتي الأجيال تشرح وتؤول وتفسر وهذا هو النص الخالد في ظني، متعدد الرؤى والتأويلات. أنا أتوقف حتى لا يأخذني الكلام عن محمد الشحات كثيرا فعند ديوان ملامح ظلي. هذا الديوان اقتنيته قبل عام ونصف من الهيئة المصرية العامة للكتاب، وتوقفت عند مجموعة من الظواهر، وكتبت عنوانا طويلا أطلقت عليه بشكل بسيط: جماليات القصيدة عند محمد الشحات في ديوان ملامح ظلي. ووضعت مجموعة من الأسئلة. السؤال الأول: لماذا محمد الشحات؟ السؤال الثاني: ما هي عناصر الجمالية في قصيدة محمد الشحات؟ السؤال الثالث: كيف كتب الشحات هذه القصيدة ولماذا كتبها؟ صلة بسيطة جدا. النقد معني بطرح أسئلة على النص كما أشار الدكتور أحمد فرحات. النقد دائما مشغول بالنص لا بالشاعر. النقد دائما يقول إن هذا، يقول كلمته ثم يأتي ناقد
بعد 100 سنة، بعد 50 سنة، وذكر الدكتور فرحات ندرس المتنبي حتى اللحظة في القرن 21 في الربع الأول، وانتهى الربع الأول. أيضا هذه النصوص الخالدة دائما ما تثير قضايا تناقش أو تعالج قضايا كثيرة في المجتمع. أيضا الشحات كما ذكر أستاذنا البروفيسور أحمد الشيمي، وذكر الدكتور شهيد والدكتور فرحات، كل الملامح الفنية والظواهر الشعرية أنا وقعت عليهم، قدموا دراسات عميقة بالفعل. ولكنني وجدت ماذا أقول أنا اليوم؟ كنت أقول دائما أن الشحات هو شاعر كوني ينفتح على الأساطير وعلى الميراث وعلى التراث الديني وبخاصة القرآن الكريم، وينفتح أيضا على التراث الشعبي المصري. إذا التقطت بعض الجماليات من أثر الموروث الديني وبخاصة النص القرآني العظيم في كتابات الشحات الشعرية، فوجدت أنه يستلهم النص القرآني ويوظفه داخل القصيدة ليحاول الشحات توصيل رسالة من خلاله أن هذا النص العظيم صالح لنا دائما في مخاطبة الذات الإنسانية ومعالجة مشكلاتها النفسية. أيضا الشحات يستخدم الرمز الشعري، من جماليات قصيدته الرمز، لكن الرمز الشعري عند الشحات كشجرة كبيرة جدا، أنا شبهتها بالشجرة، لها فروع متعددة. الرمز لديه الرمز الأسطوري عندما يستدعي أساطير إيزيس وأوزوريس من التراث الفرعوني، أو أسطورة الأساطير اليونانية تحديدا، أسطورة نرجس تحديدا، الشاعر المفتون بنفسه المحب لذاته الذي يتحدث كثيرا عما يؤلمه وعما يحبه إلى آخره. يستدعي أيضا من الموروث من رموز الرمز الشعبي الراوي عند محمد الشحات يتجلى بشكل كبير جدا في قصائده التي يتحدث فيها عن نفسه، وهو يعني مجتمعه الذي يعيش فيه. أيضا من الظواهر التي أشار إليها الدكتور أحمد فرحات وسبقني، دائما يسبقني فرحات، يقول فرحات القصة الشعرية عند محمد الشحات. أنا وسعت الدائرة، كتبت هنا تجليات السرد الشعري عند محمد الشحات، وكأنني أريد أن أقول أن القصة نوع فني معروف، نوع أدبي، لكن السرد هو متعدد، يمكن أن يكون السرد قصة أو جزءا من رواية أو مقالة أو حديثا إلى آخره يعني. لكن السرد يتجلى بشكل كبير جدا عند الشحات، والسرد بعناصره السردية. يعني لو قلنا أن تقنيات السرد الشعري عند الشحات هنجد الراوي ينقسم إلى أقسام متعددة: الراوي الشاعر، أو الراوي المشارك، أو الراوي العليم بما حدث وبما سيحدث. لأن الشاعر دائما أو الشحات تحديدا، هنا عندما أقول كلمة الشاعر أعني محمد الشحات حتى لا أخرج خارج الاحتفالية. إذا الشاعر تحديدا هنا الشحات هو راوي مشارك في كتابة النص، وراوي يستدعي من خارج النص أحداث ألمت به دائما. أيضا كتبت عند الشحات من الملاحظات المهمة شعرية الظل عند الشحات. هل هنا الشاعر محمد الشحات هو شاعر من شعراء الظل؟ هل شاعر الظل لدينا في أدبنا العربي غير معترف به؟ هل الشاعر الذي لم يكتب عنه ناقد أو أكاديمي أو لم يدرس في رسالة ليس شاعرا؟ أنا أرى أن الشاعر هو شاعر عظيم سواء كتب عنه أو لم يكتب. لماذا؟ لأن الشاعر محمد الشحات ليس معنيا بالنقد بقدر ما هو معني بالنص الشعري الذي يكتبه تحديدا. أنا دائما أقول لمحمد الشحات قبل سنوات: أنت شاعر كبير. فيقول لي: طب أنت كتبت عن فلان يحيى، وكتبت عن رفعت سلام وحيد بن سالم وفلان وعفيف مطر. أقول له: وأنت شاعر أيضا، لأن محمد الشحات الذي قدم للشعرية العربية أكثر من 20 ديوانا ليس في حاجة إلى اعتراف، يعني أنا آسف لازم أكون صريح، ليس في حاجة الاعتراف ناقدا. طب الرسائل الأكاديمية تدرس إلى الآن، وأستاذنا الدكتور شهيد الدكتوري وهو أستاذي في الأدب ترجع إلى الشعر العصري الجاهلي والإسلامي
طب والأموي والعباسي إلى آخره. طب وفي بعض التخصصات في الأدب الحديث ترجع إلى أبا الدكر وصلاح عبد الصبور وشاعر محمد الشحات وشاعر فلان إلى آخره. إذا دائما الشحات هو يمتلك هذه الأدوات ويعبر بشكل مطلق عن شعريته، ولذلك لديه غزارة في الإنتاج وكأنه مغروس أو معجون بطين الشعر، يكتب قصائد متعددة كل يوم كل يوم. إذا هو لديه ما يقوله. إذا جفت أرضية الشعر عند الشحات إذا هو ينبغي أن يخاف، ولكن الخوف عند الشحات هو حيلة فنية يتخذها للدفاع عما يشعر به. الخوف هو نوع من المكر الفلاحي. أنا أقرأ الخوف عند الشحات أنه يريد أن يبوح، عندما نحن دائما نشعر أن الخوف هو ضعف. بالعكس، الفلاح يدعي لدينا الخائف ولكنه مكر فرعوني قديم لكي يفلت من حلبة المناقشة. عشان كده ساوي. طبعا، وتأتي المساومة نتكلم عنها دكتور شهير. نعم. أنا لا أريد أن أطيل على حضراتكم، لكن الشحات من عتباته أو جمالياته أنه يهتم اهتماما كثيرا بلغته الشعرية. لم أجد لغة غامضة أو لغة نمطية أو لغة تقليدية، بل هو يكتب نصا شعريا تفعيليا يعتمد على اللغة البسيطة التي تعبر عن آلامه الخاصة. استمع في كلمة يا معلم. محمد الشحات يمتلك، يعني كثير منا كنقاد يقولون يمتلك لغة. لا، لغة هي نظام، لكن محمد الشحات ومحمد عبد المطلب صلاح صغيرة كل له معجمه الخاص. وأكثر ما يمتاز به محمد الشحات في هذا المعجم أنه يبدأ من الذات للواقع ثم يرتد بالذات. نعم. سيادتك دكتور أحمد دكتور الشيمي ذكروا 4 كلمات. أنا ذكرت اللي هو حق القانون، يعني استجمعني. نعم. سيادتك قلت أرجعني. دكتور أحمد فرحات قال أجعلني. شوف هذه الكلمات لم أرى شاعرا من قبل تفرد بهذه المعجمة اللغوية التي تنطلق من الذات إلى الخارج ومنها من الخارج إلى الذات. أجمعني. وكأنه يعود إلى القرآن فسيكفيكهم الله، لكنه بطريقة شعرية إبداعية مال بها من الواقع إلى الذات الداخلية. آسف على ذلك، لكن فقط أردت أبين عن هذا. الله يجزاك أستاذ. شكرا لحضرتك وعلى الدكتور شهير. أنا أستشهد بنص شعري لمحمد الشحات يستخدم فيه المنحى الدرامي، لأن الدرامية جزء من جماليات الشحات، عندما يقول في قصيدته الأولى في ديوان ملامح ظلي: كنت أحاول أن أترك ظلي يجلس خلفي كيما يرقب ما يجري حتى حين أعود إليه فيخبرني. في هذا الموضع محمد الشحات يتخذ من الظل رمز، ثم يصنع من هذه الرمزية دراما من خلال الحوار بينه وبين ذاته. الظل هنا رمز للذات ليس خارج نفس. هو يصنع هذه الحيلة الشعرية وكأنه يجعل من الظل إنسان آخر يخاطبه. فللوهلة الأولى أو في القراءة الأولى تجد أن الشاعر يستخدم الحوار المباشر مع شخصية أخرى، لكن في القراءة الثانية للنص نفسه الشاعر هنا يخاطب ذاته، فهو يجعل من هذا الظل صوتا آخر، صوت داخلي يحاول أن يحاوره ويناقشه ويصارعه ويحاول أن ينتصر على هذا الظل، لأنه هو الأصل، والظل سيظل ظلا، لكن الظل دائما هو الصوت الآخر عند محمد الشحات. أيضا في قصيدة أخرى له يعني كتبت عليها صورة التراث الشعري. صورة التراث الشعري تتجلى بشكل كبير جدا عند الشحات، لأن محمد الشحات هو شاعر زي ما أنا قلت، هو شاعر يعني مشبع أو مغرم بتراثه. فيقول: أوصد باب البيت انتبه لقارورة ماء في شرفته فأمسكها،
بسملة فاندفع الماء كجلمود أخذت دفقته بغصته فاستحسن طعم الماء تمنى لو أمكنه أن ينتشر بداخله. هذه الصورة التي يستدعي فيها الشحات، أو في هذا المقطع الذي يستدعي فيه الشحات كجلمود صخر حطه السيل العلي، لماذا يستدعي صوت امرئ القيس في نص في القرن 21؟ هذا سؤال مهم جدا بالنسبة للشحات، وكأنه يريد أن يقول أنا ابن هذه الثقافة القديمة، على الرغم من أن هذا التاريخ الشعري ممتد، فأنا أعد من هؤلاء الشعراء الذين تحدثوا عن الصخور وتحدثوا عن هذه صورة الماء التي شكلها امرؤ القيس أو وهو يصف فرسه، وصورة محمد الشحات في القرن 21 وهو يحاول أن يسرد لنا هذا الواقع الدرامي الذي يعيشه وهذه التفاصيل البسيطة. وكأن الدكتور فرحات عندما قال الفتافيت وقال الجملة عجبتني، أنه يبحث عن شعرية التفاصيل الدقيقة أو تفاصيل التفاصيل. أنا أتفق مع الدكتور أحمد في هذه النقطة المهمة أو هذه الظاهرة عند الشحات. يعني لا أطيل، في النهاية أنا سعدت كثيرا بقراءة هذا العمل الشعري عند محمد الشحات، وأقول إن الشحات دائما هو شاعر يحاول أن يجذب الماضي الذي كان يعيشه ليخاطبه أيضا من خلال شعرية التذكر. التذكر ليس مقصورا على الشاعر محمد الشحات، ولكن معظم الشعراء يحاولون اشترار أيام الصبا عندما يبلغون 60 و70 و80، وكأن هذه الأيام كما ذكر الدكتور الشيمي هذه الأيام حدثت بالأمس، هو مشهد كان قريب لكن مر عليه نصف قرن. فدائما لحظات الحكمة أنا أطلق عليها، وهي لحظات النضج الإنساني أو العقلي كما تحدث عنها نجيب محفوظ في أحلام فترة النقاهة، وهي هذه الأحلام اللي انشغلت وقدمت فيها بحثا عن نجيب تمزج ما بين الشعر والنثر. أحلام قصيرة جدا لكنها محملة بمفارقات ورموز وأساطير فرعونية ورسائل سياسية. كان نجيب ماكرا ليس سهلا، لكن دائما أنا أستفيد أن لماذا يرجع الشاعر في قصيدته إلى الماضي؟ هل هو هروب من الحاضر؟ هل أن الماضي كان لا يشبه الحاضر؟ على العكس تماما، عندما يختلط الأمر في الواقع لكي يحافظ الشاعر على هويته وعلى وطنه يرجع إلى الماضي، يستمد هذه القوة من الماضي القديم ليحاول مقاومة هذا الواقع الذي أفسد عليه كل شيء. دائما نحاول أن نسترجع ونخاطب ونحدث أبناءنا والأجيال القادمة عن ماضينا وعن القسوة التي مرت بها بلدنا وعن المجد الذي صنعه القدماء. هذه القضايا تثيرها قصيدة محمد الشحات. أنا أقرأ قصيدة الشحات وأنا مغرم كثيرا بها، لأنني بطيء جدا وكسول جدا في كتابة النقد وبخاصة عن الشعر، لأن ناقد الشعر غير ناقد الرواية. ناقد الشعر ويعلم الدكتور فرحات واستاذنا الشيخ والدكتور دكروري يحاول ان يتامل في القصيده، يحاول ان يتعايش مع النص، يحاول ان يعطي رؤى متعدده عن القصيده. اما ناقد الروايه الموضوع انا انظر يعني انه ابسط مما ان يتحمل الروايه نص سردي او عمل ادبي له مقومات وله عناصر، لكن القصيده يعني الروايه تقول رساله في 500 صفحه، لكن القصيدة تقول رسائل متعددة في صفحة واحدة دائما. ولذلك العقاد كتب 10 دواوين وكتب رواية لي عليها تحفظات اسمها سائرة، لكن الدواوين في قصائد العقاد هو شاعر عظيم. أنا دائما أقول إن محمد الشحات لم تتركه الدراسات النقدية والأكاديمية، هو حاضر. ما كتب عن الشحات نقديا في أسفار النقدية ترونها أمامكم لم تكتب عن صلاح عبد الصبور أو عن عفيف الرقم،
أو عن صالح جودة أو عن أحمد محرم. الشحات أنا أريد له في سبعينيته الأولى، لأن هناك سبعينية أخرى للشحات بعد 140 عام. الشحات يعني هو شاعر كبير وصوت مصري عظيم، نحن نعتز به، شاعرا فتيا شابا دائما أراه مبتسما خلوقا، وأشكركم وأنا سعيد.